في أماكن لو دخلتها بالغلط ممكن تخرج منها، بس مش زي ما دخلت. قرية أم الحويطات مش مجرد قرية مهجورة، دي مكان الليل فيه ليه أصحاب، والأرض ليها ذاكرة، واللي يدخلها بيبقى ضيف مش مرحب بيه. اللي هحكيه دلوقتي حصل بجد، واحنا كنا 4 رجعنا 3 بس. القصة دي حصلت في شتاء 2023، وأنا لحد دلوقتي مش متأكد إحنا رجعنا منها إزاي. الساعة كانت 10 بالليل، أنا و3 من صحابي قاعدين على قهوة في القاهرة، ضحك وهزار، ومحدش فينا كان متخيل إن في ساعات قليلة كل ده هيختفي. واحد قال بهزار: إيه رأيكم ننزل سفاجة دلوقتي؟ أنا شفت على اليوتيوب ناس كتير دخلتها مغامرة يعني ورجعوا عادي، نغير شوية يا جدعان. الضحكة وقفت وثانيتين صمت، وبعدين كلمة واحدة اتقالت: يلا. محدش كان محضر شنط ولا تخطيط، ولا حتى سألنا بعض احنا رايحين ليه. طلعت بعربيتي والقاهرة فضلت ورا، والنور بدأ يقل. في أماكن لو دخلتها بالغلط ممكن تخرج منها، بس مش زي ما دخلت. قرية أم الحويطات مش مجرد قرية مهجورة، دي مكان الليل فيه ليه أصحاب، والأرض ليها ذاكرة، واللي يدخلها بيبقى ضيف مش مرحب بيه. اللي هحكيه دلوقتي حصل بجد، واحنا كنا 4 رجعنا 3 بس. القصة دي حصلت في شتاء 2023، وأنا لحد دلوقتي مش متأكد إحنا رجعنا منها إزاي. الساعة كانت 10 بالليل، أنا و3 من صحابي قاعدين على قهوة